الفيلم ديالنا كيبدا مع البطل الخارق ديدبول، هو جالس كيتكيف مع راسو وشادو الاكتئاب وحزين وبغى ينتحر ومشى فوق شي برامل ديال البترول وفرقع راسو والجسم ديالو تشتت كامل. ولكن باش نعرفوا مالو واش نرجعوا للزمن اللور هذه سيمانه. خونا ديدبول كيخدم كقاتل مأجور، هو بطل خارق ما كيموتش. مشى لواحد البار ودخل عليهم وقال لهم سوربرايز ماذا فاكر. العصابه اللي في البار ما كاين لا سوربرايز لا تحمص، جبدوا السلاح بدا كيتيروا فيه ولكن خونا ما كيموتش. هو يجبد الكاتانا ديالو ما كاين غير خونا تقول واش زورو ما كاين غير خلط ليا البشري بديك الكاتانا. ومشى لمهمه اخرى وخرج لوالديهم من القبر وصفاها كاع الاشخاص اللي كانوا تم. وعاوتاني مشى لمهمه اخرى وكان متنكر وكيشطح لهم تم هو عاجبو الحال وقتل كاع اللي كانوا في البار. وخونا زاهي مع راسو عارف راسو ما كيموتش بدا كيخلط ليا في البشري. هو يمشي لمهمه اخرى وكالعاده بديك الكاتانا ديالو ما كاين غير يسلخ ليا في البشري. ولكن هاد المره الزعيم ديالهم غادي يهرب ليه وقال لي ديدبول باللي المدام كتسنى فيه وباللي ما بغاش يتعطل عليها وقال لي وجد راسك مره اخرى. وهنا غتجي ليه العصابه هو ما في اللي يقتلهم حيت المدام كتسناه والمدام ديالو قاطع عليه الموطو وهو يهرب منهم ومشى عند صاحبه مول الطاكسي الهندي وركب وهو يهرب. والهنود كيعبدوا البقار الفياله جميع المخلوقات اللي كاينين في هذه الارض. من غير هذا الهندي اللي واخد ديدبول لقى قدوه ليه وكيوصلوا لاي بلاصه وبغى يكون بحالو ويكون قاتل ماجور. وصلوا لدارو ودخل عند مرتو فينيسيا اللي كتسناه، وهذه فينيسيا هي الوحيده اللي قابله بديك الكماره اللي عند ديدبول وغتقول لي بلي حامله منه. وهما فرحانين وكيعنقوا في بعضياتهم ولكن غتدخل عليهم واحد العصابه وغتهجم على ديدبول وهو يصفيها لهم كاملين من غير قائد العصابات اللي غيضرب فينيسيا بالقرطاس وغيقتلها. وهنا ديدبول غيتدمر نفسيا وغيتعصب وغيتبع قائد العصابات اللي غيكون هو الشخص اللي كان بغى يقتلو قبل ما يمشي عند مرتو. وهو تابعو غادي يشدو غادي يحطو قدام واحد الرموك باش يموتوا بجوج وهو غادي يموت. ولكن ديدبول مازال عايش وغادي يجرب عاوتاني طريقه اخرى وغادي يشرب ليسانس وغينقز من فوق واحد العماره طويله ولكن عاوتاني مازال ما مات. وهنا غادي يجرب اخر حلول الارض وغادي يفجر راسو فوق دوك البرامل وغنشوفوا راسو طاير والجسم ديالو كله مشتت وهو كيحلم مراتو فينيسيا وفاش غادي يفيق يلقى راسو محطوط في واحد الخنشه. والبطل الخارق كولوسوس جرو معاه لدارو ديال الابطال الخارقين وغيتلاقى مع جوج بنات هذه سميتها سونيك وديك اليابانيه سميتها يوكيو. والمدرع الحديدي اللي سميتو كولوسوس غيطلب من ديدبول انه ينضم للفريق ديالو ويولي بطل خارق. وغنشوف واحد الشخص من المستقبل سميتو كيبول غادي يدخل لدارو وغادي يلقاها مدمره ومراته وبنته مقتولين وشي واحد حرقهم وهو معصب وفوجو بغى ينتقم باي طريقه ويقتل الشخص اللي قتل ليه عائلته وغيهز الدوب ديال بنته وغادي يرجع للزمن اللور باش ينقذ مراته وبنته. خونا عنده القدره انه يمشي للمستقبل ولا يرجع للماضي. وفاش غادي يرجع للماضي غادي يشوف شي رجاله جالسين وغادي يقول لهم سلام صافا بخير الاحوال طيبه وغادي يزنزنهم بالضو وغادي يسرق لهم الطوموبيله ديالهم وغادي يهرب. ونمشيو لواحد الدار الرعايه كيستقبلوا فيها الدراري الصغار اللي عندهم القدرات الخارقه وغنشوفوا هذا الشارف بغى يستخرج الحيض النووي من هذا الدري ولكن هو خايف وكيترعد وما بغاش هو يحرق لهم الدار. وغنكتشفوا ان القدره الخارقه اللي عنده هي النيران والبوليس محاصرينه ولكن هو اللي بالي قدامه وكيحرقوا. حتى غادي تجي فرقه اكس مان ومعاهم ديدبول وديدبول بالطريقه ديالو بدا كيستفز فيه وكيضحك عليه وهو يضربو لكن خواليها وجات في سونيك واستفزوا عاوتاني وضربوا خواليها. وهاد المره غادي يجي في كولوسوس وعاوتاني غادي يستفزوا لكن هاد المره غادي تجي فيه وغادي تطيروا ولكن هو غادي يخرج ليه وغادي يضربوه باللور ديال الكاتانا وهنا غادي يلقاو القبض عليه. وهاد الطوق اللي حطوا ليه في عنقو كيبطل القوه الخارقه ولا مشيتي كلبسيها غادي ترجع انسان عادي. وراسل هو كيطلب في ديدبول انه ما يرجعش لدار الرعايه حيت كيعذبوه فيه. وهنا ديدبول فاش غادي يعرف بلي كيعذبوه فيه غادي يتعصب ديال بصح وغادي يصفيها لهم كاملين. وكولوسوس دغيا غادي يجري وغادي يشد ديدبول وغادي يلبسوا الطوق وغادي يدخلوهم بجوج للحبس. وهذا الحبس مخصوص غير الناس اللي عندهم القدرات الخارقه ودخلهم الغرفه ديالهم وسدوا عليهم. وفي هذه اللحظه كيبول غادي يهجم على السجن وغادي يقتل كاع الحراس وهو كيقلب على شخص اللي قتل عائلته في المستقبل باش هو يقتلو في الماضي باش عائلته ما يموتوش في المستقبل. وهو اللي في الماضي غادي يرجع للمستقبل وغادي يعيش في سلام مع العائله ديالو اللي نقدوهم في الماضي. وكنشوفوا السجناء خارجين من السجن وكيبول تابع ديدبول وديدبول مستغرب علاش بغى يقتلو حيت ما دار ليه والو واصلا ما كيعرفوش. وهو يكتشف انه كيقلب على راس اللي معاه باش يصفيها ليه. ديدبول بغى يدافع عليه وهي تجي فيه القرطاسه في الطوق اللي معلقه ليه في عنقه وهي تحل. وهنا رجعت ليه القدره ديالو هو ينقز عليه من الفوق وطاح هو يتهرس. وكيبول كيسحبوا باللي مات ولكن هو غادي ينوض وغادي يضربوا واحد الحديده وغادي يبقى مشانقل معاه دقه فيا دقه فيه حتى ديدبول غادي يشعل واحد القنبله وغادي ينفجروا بجوج وغادي يخرجوا من السجن وغادي يتكركبوا في الثلج. ولكن كيبول غادي يشد راسو قبل ما غادي يطيح عكس ديدبول غادي يضرب راسو مع واحد الحجره وغادي يطيح في الماء. ولكن كما عارفين هو ما كيموتش غادي يرجع للدار وغادي يقرر انه يجمع فريق من الابطال الخارقين باش ينقذوا راسل من الحبس. وغادي نشوفوا راسل هو غادي يدي الماكله لاقوى شخص كاين في السجن واضخمهم وكلشي كيخاف منه وقال لي غادي نخرجك من هنا ولكن بشرط واحد غادي تعاوني باش ننتقم من دار الرعايه. وفي هذه اللحظه غادي يكون ديدبول كيجمع في الابطال الخارقين باش ينقذوا راسل. واول مشارك هو هذا الكحلوش اللي الدور ديالو انه ما عندوش دور
اللور، غير اختاروه صافي. والثاني عنده قدره الاختفاء، هو يختاروا بلا ما يشوفوا. وعندنا عاوتاني هاد البنت اللي سميتها دومينو اللي القدره ديالها هي الحظ. واخر واحد هو هاد الشاف اللي ما عنده حتى قدره، غير بغى يشاركو صافي، المهم هو المشاركه. وهما يشدوا واحد الطياره من جابوها الله اعلم، وكان العدد ديالهم 7 وهما ينقزوا من فوقها. شوف هما بالنسبه تقول هاد الفرقه غادي يحتلوا بها العالم، وهما حتى الباراشوت ما يعرفوا يخدموه. ديدبول غادي يحلوا تما في لوحات الاعلانات، وكحلش تخشى لهم في الطوبيس ومات. وهاد مخنونه طاح على المروحيه وقتلاتو، وهذا طاح على السلوكه ديال الضو حتى هو مشى مات. والرابع طاح على الطاحونه ديال الزبل وطحناتو ودع الملاعب. والخامس والسادس هما ودعوه. وبقات عندنا غير هاد الدومينو اللي عندها قدره الحظ، واختنا غير غاديه على الله ولكن مزهوره، وهي غاديه في الشانطي الطوموبيلات كيتفرشوا قدامها وما كيقيسوهاش. وبغيتو الصراحه اكثر قدره بغيتها في حياتي انا، راه واحد النحس فيا ما يمكنش، وهي دخلت الطوموبيله ديال الاف بي اي اللي مختصه في نقل السجناء، والبوليس يبغى يتيري فيها ولكن غادي يلقى الفردي خاوي. هاي هذا كله زهر. وهي تشدو لحتو من الباب ولات هي اللي صايقه. وهنا كيبول غادي يجي وغادي يدخل على دومينو، وهي غادي تخلي الطوموبيل تسوق راسها براسها بقوه الحظ. ومشى الدار مع كيبول، وكيبول كيصحابو باللي راه ساهله ودغيا غادي يغلبها، ولكن هو ما عارفش بلي هاد البنت المحظوظه ما ساهلاش، وكان غادي يقتلها. ولكن غادي يجي ديدبول غادي يعاونها وغادي يدخل في معركه مع كيبول. هنا كيبول غادي يجبد الفردي وغادي يبقى يتيري فيه. وهنا ديدبول كيصحابو باللي وراه زورو، بدا كيتخيل راسو باللي كيصد الضربات ديالو، ولكن هو كاع القرطاس جا فيه. وهنا راسل فك راسو مشى للحبس، اللي حبس داك الغول العملاق وفكو من الحبس. ومعاه غادي يخرج غادي يضرب الطوموبيل لدرجه ان الارض تفتحات، وغيطيروا في السماء كاملين غادي يتفرشخوا من غير دومينو اللي غطيح على واحد النفاخه عملاقه ديال الدب وما غيطرى ليها والو. وهنا غادي يخرج راسلو جا جرانيت العملاق وغادي يشوفوا ديدبول وغادي يفرحوا ويقول لي انا فان ديالك، ولكن هو غادي يشدو غادي يقسموا على جوج، وغادي يمشي هو راسل باش ينتقم من دار الرعايه. ودومينو غتهز ديدبول وغادير واحد الدار ديال واحد المراه ما كتشوفش كيعرفها ديدبول، وكنشوفوا رجليه وهي كتخرج ليه وكتلمو ليه بشويه بشويه. وفي هذه اللحظه غادي يدخل عليهم كيبول وغادي يشوف ديدبول راجل من الفوق وبروش من التحت، وغيطلب منه المساعده حيتاش ما يقدرش يقتل راسل وهو معاه جا جرانيت. وغيقول ليه ديدبول علاش ما ترجع للزمان اللور وقتلو فاش كان صغير. هو يقول ليه كيبول بلي نقدر نتلاعب الزمان غير جوج مرات، مره واحده فاش جيت بها لهنا وبقات ليا محاوله وحده باش نرجع بها للمستقبل. هلا ديدبول غادي يوافق انه يعاونو ماشي باش يقتل راسل وانما غير باش ينقذ دار الرعايه. وهما يمشيو كيجريو لدار الرعايه بكل ثقه وفخامه، حتى ديدبول غادي يشوف الهندي كيجري معاهم وقال ليش كدير انت هنايا. هو يقول لي الهندي بلي بغيت كنت انا بطل خارق، ولكن فاش شاف جا جرانيت طلق في سروالو ومشى هرب. وغادي يهجموا على جا جرانيت وكيبول غادي يضربوه بالسلاح المستقبلي ديالو، ولكن هو ما طرا ليه والو. وهو غادي ليهم غادي يضرب كيبول وغادي يزدحوا مع الطوموبيل، وغادي يشد ديدبول وغادي يخشي فيه واحد المسمار. اما دومينو ما قدرش انه يشدها بداك الحظ ديالها، حتى غادي يجي كولوسوس عشير ديدبول وغادي يهز ديدبول وهو كيشوف فيه بحال لا شاف امه. هو عاجبو الحال حيت جاي ينقذو، وبدا كيتلمس فيه وكيعنق فيه وكيدير شي حركه فشكال. وكولوسوس غادي يهجم على جا جرانيت، ولكن هو غادي ياكل العصا قدامه وغادي يفلعصو مزيان. وغنشوفوا دومينو هي كتصفي على الحراس ديال دار الرعايه اللي هما في الاصل عصابه كدير تجارب الدراري الصغار، وصفاتها لهم كاملين بقوه الحظ. وهي تمناك وكان شي طوبيس حداها باش تهرب بهم الدراري الصغار. وهنا جا جرانيت غادي يهز الطوبيس وغادي يضرب بيه كولوسوس وغادي يطيح عند دومينو. وهنا سونيك وصاحبتها غادي يتحاموا على جا جرانيت وغادي يدوروا عليه السلك ديال الضو غادي يربطوا ليه رجليه، وكولوسوس غادي يلوحوا في الماء وغادي يتحرق. وهنا غادي يقدروا انهم يهزموا جا جرانيت. وغنشوفوا راسل هو تابع المدير باش يصفيها ليه، ولكن غادي يجي ليه ديدبول غادي يلبس الطوق اللي غتخليه يفقد القوه ديالو، غيطلب منه انه ما يقتلش المدير حيتاش ما يستحقش انه تقتل واحد بحاله. ولكن هو ما داهاش فيه وجمع القوه ديالو باش يصفيها ليه. وهنا كيبول غادي يجبد السلاح ديالو وغادي يتيري فيه، وديدبول غادي يدخل وغادي يحبس القرطاسه. وهنا ديدبول حيتاش كان لابس الطوق وبالتالي فقد القوه ديالو، هادشي اللي خلاه يموت. وفي لحظه دراميه وكلشي كيبكي على ديدبول، كيبول غادي يفعل الاله الزمنيه وغادي يرجع بالزمن اللور قبل ما يموت ديدبول. وهنا القرطاسه ما غاديش تجي فيه وديدبول ما غاديش يموت، وبغاو يفكوا ليه الطوق ولكن خصهم الرقم السري، ولكن مع دومينو ما تخممش قدرات لهم الرقم وطلع صحيح. وهنا غادي تكون النهايه ديال الفيلم، ولكن بلاتي مازال ما سالينا. ديدبول غادي يشوف الاله الزمنيه اللي عند كيبول وغادي يعطيها لكيكيو باش تصلحها، وغادي يرجع للزمن اللور باش ينقذ مراته وينقذ صحابو اللي ماتوا في الطياره، وغادي يرجع عاوتاني للزمن اللور باش يصفيها لهتلر. ولكن فاش شافو مازال بيبي ما قدرش انه يصفيها ليه، ولكن غادي يبقى يتمرقل عليه. وهنا غادي تكون النهايه ديال الفيلم.